بنكمل النهاردة سلسلة الاختبارات على سرعة جنونية وهي 15 كيلومتر في الساعة. الفيديو ده هيكون فيه تكملة لفشل نيسان وفضيحة جديدة لتويوتا. وخلونا نبتدي بأول عربية وهو التصادم الأمامي لعربية بولو موديل 2013 ونشوف تأثير الصدمة هيكون عامل عليها ازاي. شفنا قبل كده الجيتا والمرة دي معانا أختها الصغيرة البولو. الكبوت يعتبر في مكانه مرحلش كتير من الاستيكر الملزوق عليه. الشكل العام للجزء الشمال مقبول جدا. الكبوت اترفع سنة عن فانوس العربية ولكن بشكل عام كويس. الناحية اليمين بقى مختلفة شويتين، الكبوت اترفع بشكل أكبر، الفانوس واضح إن هو دخل لجوه، والجزء البلاستيك بتاع الفوجل لايت اللي تحت اتخلع من مكانه. نيجي نفتح الكبوت بقى ونشوف من جوه الدنيا عاملة ازاي. الخسارة المعتادة وهي إن قاعدة الفانوس دايما بتتكسر، وده اللي حصل بالظبط، مفيش جديد. ولكن الصدمة ما وصلتش لحد أكتر من كده، يعني ما جابتش شاسيه مثلا. الباب مرحلش من مكانه وبيفتح ويقفل بصورة طبيعية، مفيش مشكلة نقدر نقولها حصلت في الباب. يعني الصدمة ما وصلتش لحد كده. كبسولة الحزام شغالة والحزام شغال، مفيش أي مشكلة، والإيرباجز ما فتحش، ودي برضو حاجة كويسة. ده الشكل الخارجي للعربية بعد الصدمة، ودي صورها قبل الصدمة وبعد الصدمة. تعالوا بقى نتنقل للاصطدام الخلفي. الحقيقة للوهلة الأولى كده نقدر نقول إن العربية محافظة على نفسها جدا. الإشارات شغالة الحمد لله. كل اللي حصل التجريح اللي انتوا شايفينه دلوقتي في الإكسدام من تحت، لكن الإكسدام ما اتخلعش من مكانه، الإشارة ما اتكسرتش، مفيش حاجة حصلت للشنطة. والجزء بتاع الباب برضو سليم مع إن العربية هاتشباك. الشنطة فيها ترحيلة صغيرة ولكن بتفتح عادي، وبرضو في القفل بتاعها ما كانش فيه مشكلة. تعالوا نبص بقى في الشنطة من جوه ونشوف هل الصدمة وصلت لجوه ولا لأ. الحقيقة إن مفيش أي تأثير من جوه، الدنيا سليمة مع إن العربية حجمها صغير وهاتشباك، بس الحقيقة حافظت على نفسها بشكل معقول جدا. نتنقل بعد كده بقى للنيسان، ومعانا نيسان إكس تريل موديل 2015. وأول حاجة هنشوف الصدمة الأمامية. الحقيقة إن نيسان عندها سلسلة من الفشل في عربياتها، ولكن هل الإكس تريل بقى اللي هي عربية أفخم وأكبر هتبقى مختلفة ولا لأ؟ والحقيقة من اللي احنا شايفينه إنه لأ خالص. العربية أكنها خدت بوكس في عينيها من قدام بالظبط. الدنيا من ناحية الصدمة سيئة جدا. الباب بيفتح وبيقفل عادي، الإشارات شغالة، ودي من الملاحظات اللي بتقول إن العربية دي قوية جدا. تعالوا بقى نبص على العربية حصل فيها إيه. الفانوس دخل لجوه، الاكسدام اتشخرم خالص، خد الشبكة معاه. واضح إن في حاجات مرحلة من مكانها، بس مش هنعرف حجم الأضرار إلا لما الحاجات دي تتفك. نيجي بقى للتصادم الخلفي. الحقيقة إن التصادم الخلفي ما اختلفش كتير عن الأمامي. الاكسدام خرج من مكانه، والرفرف نفسه اتطبق، والاكسدام من ورا اتفعص، حتى الشنطة اتخبطت، وكل الفبر الداخلي بتاعها اتكسر. ودي حاجة سيئة جدا على سرعة زي دي، لما توصل حتى للفبر الداخلي اللي المفترض ان هو يكون ممتص للصدمات. ولكن بالنسبة لحوض العربية الحمد لله الموضوع ما وصلش لحد الحوض. هنتنقل للعربية اللي بعد كده وهي عربية فورد فيستا موديل 2013. شفنا قبل كده الايكو سبورت وكانت الاختبار بتاعها مش قد كده. تعالوا نشوف الفيستا بقى وهي اختها الصغيرة. والحقيقة ان برضو من الوهلة الاولى نقدر نقول ان الدنيا ما اختلفتش كتير، وبرضو الارباج اتفتح والحزام الكبسولة بتاعته ضربت. فواضح ان فورد مقررة ان الحاجات دي تتفتح وتضرب على سرعة قليلة. الخسائر الامامية كبيرة، الاكسدام اتقطع، الكبوت مع ان شكل الانحناء بتاعه شبه جدا لليارس، ولكن الخبطة وصلت له وطبقته بشكل كبير جدا. فنقدر نقول ان الخسائر على السرعة دي الخارجية كانت الكبوت والرفرف، الاتنين دول راحوا في داهية. نيجي للباب. الباب بيفتح مفهوش مشكلة، مفهوش اي ترحيل. الحمد لله ان الصدمة ما وصلتش لحد الباب. الحقيقة لما فتحوا الكبوت عشان نشوف الدنيا جوه عاملة ازاي التصوير مش موضح قوي، ولكن من حجم الخسائر الخارجية نقدر نقول اكيد داخليا كان ليها تأثير، خاصة زي ما احنا شايفين كده الكبوت رحل خالص لورا. الغريب في الموضوع ان الكبوت ما تأثرش من مكان الصدمة بس، لا اتأثر حتى من المكان من الناحية التانية، وده شيء غريب الحقيقة ومش مفهوم. تعالوا بقى نشوف الاصطدام الخلفي ونشوف العربية هتعمل فيه ايه. برضه في ترحيل كبير جدا. لما نيجي نبص على الاكسدام كده هنلاقي الاكسدام مبدئيا فيه شوية فحصات خفيفة،
ولكن من تحت هتلاقي ان الجزء البلاستيك ده اتخلع من مكانه من الناحية دي، ومن الناحية التانية اتكسر خالص. وبالنسبة للاكسدام نفسه، الاكسدام اتقطع. لما يحاولوا يفتحوا الشنطة لقوا صعوبة في فتح الشنطة، وده معناه ان الدنيا سمعت جوه، ولكن الحمد لله ما سمعتش في حوض الموتور. يعني نقدر برضو نقول ان الخسائر خسائر خارجية، وهي عبارة عن الاكسدام بالكامل. هنتنقل بعد كده بقى لفضيحة الموسم، وهي العربية تويوتا كرولا موديل 2014. وهتعرفوا هي فضيحة ليه لما نشوف الاختبار ده. في الاختبار الأمامي هتلاحظ حاجة مهمة جدا، وإن الاكسدام الأمامي بتاع العربية بيسقف من سعادته بالخبطة، والكبوت بتاعها اتنطر لفوق. مربية الأجيال والعربية الاعتمادية الغير عادية للناس كلها بتقولك أنا في الصدمات الخفيفة في الموديل ده تحديدا هوديك في داهية. الاكسدام طبعا اتخلع من مكانه تقريبا خالص، الفانوس سليم، ولكن الكبوت اتطبق بشكل كبير. تعالوا بقى نشوف الصدمة الخلفية اللي هي أسوأ بمراحل من الصدمة الأمامية، وهتعرفوا ليه دلوقتي. مع ان احنا بنتكلم في سرعة قليلة جدا، بس هي دي بقى الفضيحة اللي انا بكلمكم عليها واللي هتشوفوها دلوقتي حالا. العربية خارجيا ما تقدرش تقول ان فيها اي مصيبة، ولا تقدر تقول ان فيها اي فضيحة. العربية من بره اسد، لكن تعال بص بقى هنا. الصدمة وصلت للرفرف من ناحية الباب، لدرجة ان الرفرف خبط في الباب واتفعص وقشر الدهان. متخيل ان دي الحاجة الفضيحة اللي انا بقول عليها؟ لا تعالى، هي دي بقى الفضيحة اللي انا بقول عليها. واضح ان شاسيه العربية مصنع من اجود انواع الصفيح المستخلص من علب سمنة روابي. مش ده شكل ابدا عربية ممكن نقول عليها اعتمادية وقوية في اصطدام على سرعة 15 كيلو. الجماعة اصحاب نيسان صاني اللي كنت بقول على عربيتهم شيست، اكيد دلوقتي هياخدوا عربيتهم وينزلوا يخمسوا قدام الناس ملاك التويوتا كرولا موديل 2014. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة دي من فيديو التصادم على سرعة جنونية. ولو حابين نكمل عربيات تاني من العربيات اللي احنا موجودة في السوق عندنا، اكتبوا لي في الكومنتات وهنكمل ان شاء الله، عشان نشوف العربيات الكويسة والعربيات اللي فيها فضايح زي الكورولا كده.